السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم بإذن الله راح يكون تكملة للفيديو السابق اللي كنت شاركت معكم طريقة تفصيل الوسادة تاع الكشكشة بالسحاب. الخطوات كامل حطيتها لكم في الفيديو السابق، اللي ما شافتش الفيديو ترجع فقط للفيديو السابق وتكمل معايا بإذن الله هذا الفيديو. هنا عندي هذه القطعتين اللي فيهم 50 على 70 سنتيمتر. اول خطوه سورجيتهم كامل على الجهه السفليه فقط، يعني الجهه اللي راح نركب فيها السحاب. كما قلت لكم تبعوا الرسم وعينوا الجهه السفليه وسورجيوها كامل بهذه الطريقه. نروح ايضا للاشرطه اللي كنت فصلتها معكم في الفيديو السابق، ايضا سورجيتهم على جهه واحده فقط. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهاش لا سورجيتاس تقدر دير كفه عادي جدا. وهنا طبعا كنت جمعت الشريطين، الشريط الاول اللي طول تاعو 1.42 مع الشريط اللي طول تاعو 1.20 يعني 3.60 وراح ندير كفه صغيره بهذا الشكل. كما قلت لكم اللي ما عندهاش لا سيرجيتوس تقدر دير كفتين طيتين عفوا عادي جدا. اما بالنسبه اللي عندها لا سيرجيتوس تخدم هذه الخدمه باه ما تجيهاش الكفه عريضه. نكفها مباشره بهذا الشكل على الحافه. لا فينيسيون راح تكون روعه بهذه الطريقه. بعد ما كملت درت لها هذه الطيه الواحده فقط، تقدروا ديروا طيتين عادي جدا. هنا كخطوه تزيينيه فقط راح ندير معكم هذا لا دونتيل اللي جاي دوبلي بهذا الشكل. هذا الدونتيل رائع للوسائد، حاولوا تشريوه لانه بواحد متر راح تخرجوا 2 متر، لانه تقسموه من بعد على 2. نحطه على الحافه مباشره ونخيط. وطبعا راح نبدل اللون تاع الخيط نديرو في اللون الابيض. ندخل قيمه حوالي 1 ولا نصف سنتيمتر فقط بهذا الشكل ونخيط على الوجه الصحيح. الطول تاع لا دونتيل راح يكون نفسه هو الطول تاع الشريط اللي هو 3.60 متر. هنا على قد ما يكون عندكم أشرطة ياسر حاولوا تخدموهم كامل بنفس الطريقة وعلى مرة واحدة فقط. يعني إذا عندكم وسادتين ولا 4 تخدموا كامل الأشرطة بنفس الطريقة، يعني تكفوهم كامل مع بعض وديروا لهم لا دونتيل. طبعا هذه الخطوة تزيينية وتلصقوهم وتخدموا الكشكشة. نروح مباشرة نخدم معكم الكشكشة البنات. طبعا بعد ما كملت لصقت لا دونتيل هو الأول، نبدل أولا هذا الرجل تاع الكشكشة الرائعة ننصحكم بها كامل البنات. كاين اللي مازالوا يخدموا بالطريقه تاع انكم تخيطوا بغرزه كبيره وتجبدوا الخيط. انا ننصحكم بهذا الرجل لانها عمليه جدا. نحي هذا الرجل البلاستيكيه ونركب الرجل الخاصه بالكشكشه. وكتشوفوا معايا الطريقه تاع العمل تاعها سهله جدا وما تديش معكم بزاف الوقت. ولكن قبل راح نضبط لا طونسيون البنات. انا علمت هذه الاشاره باه ما يروحليش المكان اللي كنت ندور به. راح ندور دوره كامله ونصف بهذا الشكل، يعني ندير دوره ونصف. قد ما راح نزير في لا طونسيون قد ما راح تكون الكشكشه كثيفه. وبالنسبه للرقم تاع الغرزه نحاول اني نكبروا في رقم 5. اكبر عدد عندي في جاك اف 5 هو رقم 5. كاين ماكينات اخرين تلقاو فيهم اكثر كما تحبوا البنات. هنا حاولوا تزيروا لا طونسيون بدائره ونصف وايضا تكبروا رقم الغرزه. ملاحظوا معايا انا هنا رجعت هذه الرجل البلاستيكيه لاني نسيت ما درتش هذه الكفه على الجانب تاع هذا الشريط تاع الكشكشه. ضروريه جدا هذه الخطوه. ندير طيه صغيره فقط بهذا الشكل ونعاود نرجع الرجل تاع الكشكشه. نجيب الشريط. طبعا كي يكون عندكم شريط اطول من هذا يعني تخدموا وساتين ولا 4 راح تخدموهم كامل على نفس الخط. ونبدا مباشره. طبعا ما تنساوش لو بوين داري. الكشكشه كما راكم تلاحظوا تكون شارجي وايضا تكون متناسقه، ما تكونش جهه اكبر من جهه. حاولوا تخيطوا على بعد 1 سنتيمتر. هنا ركزوا معايا البنات ما تخيطوش على الحافه مباشره وايضا ما تبعدوش ياسر. نحسبوا قيمه 1 ولا نصف سنتيمتر. بين 1 والنصف سنتيمتر وخيطوا مباشره. حاولوا دايما كي تخيطوا انتبهوا للمسار اللي راكم تمشيو عليه باه ما تعوجوش المسار تاعكم بهذه الطريقه. وهذا الرجل تاع الكشكشه هي اللي راح تتحكم لكم في الكشكشه، ما تخافوش نهائيا. لاحظوا معايا النتيجه اللي تحصلت عليها. الكثافه راح تكون نفسها على كامل هذا الشريط اللي فيه 3.60 متر. بعد ما كملت الكشكشه نرجع هنا للوساده اللي فيها 50 على 70. راح نركب معاكم البنات السحاب على الجهه السفليه اللي كنت سرجيتها كامل.
ننزع هنا هذا الرجل تاع الكشكشه ما نحتاجهاش خلاص، ونركب الرجل البلاستيكيه العاديه. ايضا لا طونسيون ما تنساوش انكم ترجعوها كما كانت. راح نخيط على الحواف تاع الوساده من جهه 70 سنتيمتر، نخيط حوالي 3 سنتيمتر بهذا الشكل على بعد حوالي 1.5 سنتيمتر، وايضا نفس الشيء بالنسبه للجهه الثانيه من بعد بقيمه 1.5 سنتيمتر، ونمشي بالخياطه ما تنساوش لو بوين داري، نخيط حوالي 3 سنتيمتر فقط. نفتح معكم الشكل تاع الوساده اللي تحصلت عليه. لاحظوا معايا الطيه اللي كنت خليتها على بعد 1.5 سنتيمتر على الجهتين. هنا راح نجيب السحاب. بالنسبه للسحاب حاولوا تشريوا هذا السحاب تاع المتراج في اللون الابيض، نحطه بهذه الطريقه، نهبط شويه هذا الكورسور، نخلي حوالي 2 سنتيمتر من الجهه العلويه، ونخيط على الجهتين. الطريقه راهي سهله جدا ولا فينيسيون تكون تحفه. لاحظوا معايا راني نحوس على هذيك الفتحه، يعني النهايه تاع هذيك القيمه تاع 3 سنتيمتر، ونثبت بلي زيبانجل. حاولوا تطلعوا بالسحاب حوالي 2 سنتيمتر، وهنا بعد ما ثبتهم بلي زيبانجل نروح مباشره للماكينه تاع الخياطه، ولكن راح نبدل الرجل، ندير هذه الرجل الخاصه بالسحاب. هذه الرجل رائعه فيها جهه اليمين وجهه اليسار، انا هذه الرجل وحدها فقط راح نخدم بها الجهتين بهذه الطريقه. في كل مره راح ندور الوساده، نثبت اولا الراس بهذه الطريقه، ما تنساوش لو بوين داري. من بعد راح نخيط الجهه الاولى تاع السحاب، طبعا نخيط ونثبت الكفه على الجهه السفليه، ونروح للجهه الثانيه وندور على الجهه الاخرى بنفس الطريقه. هنا المقطع فقط راح للبنات اللي تحب تشوف طريقه تاع الخياطه تاع السحاب، راح نخلي لكم الفيديو تاع وساده اخرى في صندوق الوصف. ندور بهذه الطريقه ونعدل الكفه على الجهه السفليه، نخيط حتى نوصل للراس تاع السحاب من الجهه السفليه، وندور للجهه الثانيه. لاحظوا معايا النتيجه اللي تحصلت عليها من اروع ما يكون. هنا كان في بالي راني نصور، سامحوا لي البنات راح لي المقطع. لاحظوا لا فينيسيون. اللي تحب تشوف طريقه خياطه السحاب راح نخلي لكم الفيديو تاع الوساده في صندوق الوصف. نحي هذا الزياده تاع السحاب ما نحتاجهمش. نحاول نتخلص منهم لانهم من بعد راح يقلقوني في جزء الخياطه تاع الكشكشه. ونجيب هنا هذا الشريط تاع الكشكشه اللي كنت خدمته معكم، ركزوا معايا هنا البنات. نجي للمنتصف اللي هي جهه السحاب، ونحي هذوك القطعتين تاع 1.5 اللي كنت خيطت عليهم، ما لازمش اني نخيط عليهم البنات. لاحظوا معايا هذه القطعتين ولا هذا الطيتين اللي كنت مشيت عليهم السحاب، نحطهم جانبا ونحط الكشكشه بهذه الطريقه. طبعا البدايه تاع الشريط تاع الكشكشه لازم انكم ديروا له هذه الكفه، وركزوا معايا كيف تحطوا الشريط. النهايه تاع الشريط تاع الكشكشه مع النهايه تاع القماش تاع الوساده بهذا الشكل، وراح نخيط مباشره على الخياطه تاع الكشكشه. هذه اهم خطوه ولا اهم مرحله لازم تركزوا عليها البنات. من بعد على السحاب بقيمه 1 ولا 2 سنتيمتر بهذا الشكل، ونخيط مباشره على نفس الخط تاع الكشكشه، والكشكشه الشريط تاعها يكون على نفس الخط، يعني يكون متساوي مع الخط تاع الوساده. لاحظوا معايا البنات راني نجبد في الكشكشه بهذه الطريقه، يعني نعدل فيها فقط ونخيط على نفس هذاك الخط. هنا راني تعمدت اني نخيطه لكم باللون الابيض باه يبان معاكم، وايضا انا تكون عندي الصوره واضحه. راني نتبع في نفس الخط تاع الكشكشه، وايضا نعدل في هذا الشريط على الحافه تاع الوساده تماما. هنا هذه المرحله تحب تركيز البنات باه ما ترتكبوش اخطاء، وايضا ما تعاودوش تفتحوا الوساده وتعاودوا تصلحوا هذاك الخطا. حاولوا تركزوا على مره واحده. كما راكم تلاحظوا الخياطه على نفس الخط تاع الكشكشه، ما نزيد ما نقص. هنا كي وصلت للزاويه ركزوا معايا البنات، ندور هذا الشريط تاع الكشكشه ونحاول اني نعدلها بيدي بهذا الشكل، وندور بميلان خفيف فقط. لاحظوا وين حطيت يدي وراني نعدل في الكشكشه، ندور بهذا الميلان حوالي 2 سنتيمتر على كل جهه، وندور بنفس الاتجاه تاع الخياطه تاع الكشكشه.
هنا باه تخرج لكم الزاويه لا فينيسيون تاعها روعه. تبقوا فقط نفس الخياطه تاع الكشكشه هي اللي تمشيو عليها في هذه المرحله، وايضا في المرحله اللي جايه. نثبت الابره وندور بنفس الميلان. ركزوا معايا كيفاش راني نعدل في الكشكشه البنات باه ما نخيطش عليها. عينكم دايما على الخط تاع الابره، لازم ما تديوش معاكم هذيك الكشكشه، ما تقيسوهاش نهائيا. لاحظوا معايا بعد ما كملت هنا راح نخيط من جهه 70 سنتيمتر. نكمل نخيط عادي جدا حتى نوصل للنهايه. لاحظوا معايا القيمه اللي راح تبقى لي. كما قلت لكم الشريط اللي فيه 3 مترات و60 راح يكفيكم تماما. نحي هذه الزياده، ولكن راح نحيها مع الخط تاع السحاب تماما. ما خليتش قيمه هذاك الواحد ونصف سنتيمتر لاني راح نخليه للنهايه تاع الكفه. هنا راح ندير كفه صغيره نطوي على 2، ومن بعد هذيك الكفه اللي درت عليها السحاب على بعد 1.5 سنتيمتر، يعني نكف ونحي هذيك القطعه السفليه تاع السحاب. ما تنسوش دائما لو بوين داري. بهذه الطريقه نكون كملت معكم لو تور تاع هذه الكشكشه على الجهات الثلاثه، وراح نكمل هذا الكفه في النهايه تاع هذا الشريط كما كنت كفيت معكم في البدايه. لاحظوا معايا ركزوا لي على هذوك الكفتين اللي حطيت عليهم السحاب، لازم ما نقيسهمش. لاحظوا معايا الزوايا لا فينيسيون تاعهم تكون روعه. ركزوا فقط في جزء الخياطه، راح تتحصلوا الكشكشه بهذا لا فينيسيون من اروع ما يكون، ما كان حتى خطا. تبعوا النصائح اللي حطيتها لكم في هذا الفيديو، باذن الله تنجحوا في كامل الوسادات الخاصين بهذه النوعيه نتاع الكشكشه، لاني باذن الله في المستقبل راح نشارك معكم عده موديلات، يعني كامل النصائح راح نحطها لكم في هذا الفيديو. هنا بعد ما كملت نرجع لطاوله التفصيل، لانه هذه المرحله تحب شويه تركيز. ونعاود ندخل الكشكشه كامل بهذا الشكل للجهه الداخليه. وراح نجيب في هذه المرحله لي زيبانجل. هذه الخطوه مهمه جدا. لاحظوا معايا البنات راني نجبد في الكشكشه للجهه الداخليه ونحكمها بهذا الشكل. هذه المرحله خطوه مهمه جدا. ندور على الحواف تاع هذه الوساده كامل بلي زيبانجل ونجبد الكشكشه، لاني راح نعاود عليها بالخياطه. ما لازمش كامل اني نحكم الكشكشه بالخياطه، نحاول على قد ما نقدر اني نبعدها. نثبت الحواف تاعها كامل بلي زيبانجل بهذا الشكل. نجبد الكشكشه ونحط لي زيبانجل حتى ندور عليها كامل. لاحظوا معايا النتيجه اللي تحصلت عليها. هنا تقدروا ايضا انكم تستعملوا سكوتش عادي جدا اللي ما عندهاش لي زيبانجل ولا تخاف من الاستعمال تاعهم، تقدروا تثبتوها بهذا الشكل وتدوروا عليها بالسكوتش باه تضمنوا انها ما تتحركش. نجيب الجهه الثانيه اللي هي القطعه تاع الجهه الخلفيه ونعاود نطويها بهذا الشكل، وايضا نحكم الزوايا بلي زيبانجل فقط الزوايا. هنا اكدوا لي على الزوايا. الزاويه تاع الجهه الاماميه لازم تكون متطابقه مع الزاويه تاع الجهه الخلفيه. تقدروا ايضا تحكموا جهه الوسط بلي زيبانجل. وبالنسبه للخياطه مانيش راح نخيط على هذه الجهه البنات اللي ما فيهاش كامل الخياطه، رايحه نخيط على الجهه الثانيه اللي فيها الخياطه تاع الكشكشه. بنفس الطريقه راح نفوت على الخط تاع الكشكشه تماما، ما نزيد ما نقص البنات هنا باه تكون لا فينيسيون تاعكم روعه. مباشره للماكينه تاع الخياطه نجبد هذوك الكفتين اللي كانوا تحت السحاب، نفتحهم بهذا الشكل ونخيط عليهم ونكمل نخيط لو تور تاع الوساده كامل. هنا ايضا البنات تحب التركيز. لاحظوا معايا الكشكشه تكون مع النهايه تاع الوساده تماما، ونخيط على الخط تاع الكشكشه اللي كنت خيطته ونتاكد. لاحظوا كيفاش راني ندخل في يدي ونعدل في الكشكشه. راني كنت حكمت بلي زيبانجل ولكن راني ناكد بيديا. اذا حسيت انه الكشكشه راهي جاتني في جهه الخياطه ندخل يدي وندفعها للجهه الثانيه ونخيط على نفس الخط ايضا الزوايا. ندور بنفس الميلان، نثبت الابره وندور بنفس التقويسه للجهه الثانيه. راني نخيط وندفع في الكشكشه للجهه الداخليه. هنا باه ما تطيحوش في الاخطاء تاع كي تفتحوا الوساده تلقاو روحكم خيطوا على الكشكشه وراح تضطروا انكم تفتحوا وتعاودوا تخيطوا. يعني حاولوا في هذه المرحله انكم تركزوا فقط.
حتى نكملها كامل. كي نوصل هذيك الكفة اللي تحت السحاب نفتحها، وما تنساوش لي بوين داري. هنا نكون كملت معاكم الوسادة. طبعا اللي عندها لا سيرجيتاز تفوت عليها في هذه المرحلة كامل تسرجي لها الحواف. نفتح معاكم السحاب، حاولوا تركزوا هنا، نحيو لي زيبانجل غير بشويه لانها مليانه لداخل بلي زيبانجل. ولاحظوا معايا لا فينيسيون البنات، كي تكون الخياطه مع الخط تاع الكشكشه تماما ما يكون حتى خطا، لا فينيسيون تاعكم راح تكون توب بهذه الطريقه. هنا بعد ما كملت الوساده لاحظوا معايا النتيجه النهائيه من اروع ما يكون. انا هنا راح نفوت عليها كامل بالحديد. ركزوا مع الكشكشه، لا فينيسيون روعه، صفر اخطاء. وهذه الوسادة بالذات راكم تحتاجوها بزاف لانها مطلوبة ياسر في الاطقم تاع الصغير. كانت هذه النتيجة النهائية، نتمنى لكم كامل توفيق ان شاء الله تنجحوا فيها كامل. اي سؤال ولا اي استفسار حطوا لي فقط في التعليقات وراح ارد عليكم. لاحظوا معايا لا فينيسيون من جهة السحاب، النتيجة من اروع ما يكون، والكشكشة رائعة على الجهات كامل. بإذن الله في الفيديوهات القادمة راح نشارك معكم موديلات أخرى للوسادات تاع التزيين، سواء الكشكشة كي تكون دوبلي ولا الوسادات الأخرى. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد، ونخليكم في أمان الله.